اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، ازيكم؟ وحشتوني. النهارده بقى ايه؟ هنعمل كفتة الفراخ. كفتة الفراخ سهلة وبسيطة، ما بتاخدش اي حاجة مننا. معايا كده صدرين فراخ اهون، كنا غسلاهم ونقعهم بالخل والملح والليمون، ومعايا فصوص توم او فصين توم، بصل، فلفل، فلفل الوان. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنقطع بقى الصدور بتاعتنا كده ايه قطع صغيرة، عشان طبعا هنفرمها في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا المفرمة دي بصراحة نجزاني جدا وجميلة جدا. هنفرم بقى اللحمة بتاعتنا كده، اسفة الفراخ بتاعتنا، وشوفوا بقى ايه شكلها عامل ازاي. بصراحة عجبتني في فرمها، يعني بتفرم حلو وبتنعم اللحمة وبخليها زي الفل زي ما انتوا شايفين. شوف شكلها عامل ازاي. هنزل بقى بعد ما فرمت الفراخ، افرم الفلفل والبصل. بتنعم بصراحة يعني جامد. هي يعتبر عايزة فراخ بس او لحمة. اضيف بقى المكونات بتاعتي كده على الفراخ بتاعتي، وانزل ببقية الكمية بتاعتي. خلاص كده، نزلي نضفيها خالص كده. بجد يا جماعة جربوها، ويا ريت تقولولي بعد ما تجربوها طعمها ايه. معايا بقى 3 معالق بقسماط، او تبع الفراخ بتاعتك ما تحتاج. احتاجت معاكي حطي. معايا بقى ايه؟ بهارات لحمة، بابريكا، ملح، حبهان بودر، بهارات لحمة، ومعايا شعرة قرفة وشوية ملح. ما تكتريش الملح للكفتة يا جماعة. اقلب بقى كل كده. بس انا طبعا كده ايه يعني هفرمها تاني بس بالمقادير بتاعها ضربة كده عشان تمسك وتتمسك في بعضها كده. ولو حسيت ان هي عايزة بصمات هتحط كمان. هي احتاجت معايا كمان معلقة بصمات انا حطيتها. ضربة على طول سريع سريع. وفرغيه في طبق تاني بقى. كده لما خلصت الكمية كلها فرمتها، هنزلها تاني في البولة بتاعتي بقى. وتعالوا بقى نشوف ايه هنصبعها ازاي او هنعملها ازاي. عفوا. ده بقى شوية فلفل اسمر، سبتهم للاخر كده عشان ايه؟ يبقوا يدوا ريحة طعم حلو. تعالوا بقى نصبع. معايا طبق بقى كده في قلبه ميه، يا دوبك ابل الصبع منه. عايزه تحطوا ميه يعني ميه او زيت عادي، انا بقى يعني فضلت شويه ميه. صبع كده بشويه ميه وصبعتها يا جماعه. عندك بقى سلاكه من كبيره تعملي، انا بحب وبرتاح جدا في الشوكه بتاعتي. الشوكه بتاعتي رفيعه، فبعرف اعمل عليها كفته كلها. كفته فراخ، كفته، لا هي دي بقى ايه اللي بتنجزني. انا طبعا هعمل لك الكميه كلها واوريها لكم اهو زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله طلع كميه حلوه. هنسيبها بقى كده شويه، وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. معايا بقى ايه؟ شويه بصمات ومعلقتين دقيق ومعلقتين نشا كده صغيرين. ونحط بقى ايه شعرة ملح صغيرة كده. وعايزة تحط بقى شعرة كمون، كزبرة، اي حاجة. انا حطيت ال7 بهارات على طول يا جماعة، تغنيني من كل دول وشعرة كزبرة. 7 بهارات حلوة برضو وريحتها كويسة، وشوية فلفل اسمر. اقلب بقى كل دول كده مع بعض. اهو. اقلب بقى كل الكمية دي كده مع بعضنا. دي حبيت اعمل ايه خليط يعني ما بين البصمات. لو عندك بقى كمان الله كيس فيجيتار، بس هو ما كانش متاح عندي كيس فيجيتار في الوقت ده، تحط كمان معاهم كيس الفيجيتار. معايا بقى بطين عليهم شعرة فلفل اسمر، وايه اضربهم كده. يلا بسرعة بسرعة. وانتوا عارفين هنعمل بقى الحاجة ايه ازاي بقى. طبعا هنبل في البيض وننزل في البصمات. طبعا معايا طاسة على البوتاجاز طبعا يا حبايب قلبي، فايه الزيت سخن. على ما تبلي طبعا الزيت بتاعك هيكون سخن.
انا بقى ايه، برضو عيني فارغه، استقلت البيض قلت اما احط ايه معلقه لبن كده. وطبعا فاضت برضو، يعني فاض احنا اللي بنبقى. يلا، هو ده طبيعه الشعب المصري. انا كده كنت في الوقت ده بحط الطاسه على البوتاجاز عشان الزيتة تسخن. طيب يلا نشتغل، نعمل ايه، هنبل كده اشوفه بالراحة كده. طبعا انا كنت سبتهم فترة في التلاجة فالصبع يعني ماسك نفسه. ابل كده وايه، وانزل بقى كده اقلب. صبعين بصبعين، تلاتة كده بتلاتة، عشان برضو ايه، انا جيت اشتغل بالمعلقة يا جماعة معرفتش. فانا هعمل ايه بايديا. مم. ايد هتبل بقى وايد ايه هتشتغل، هتبل في البيض وايد التانية هتعمل بالبصمات. اعمل كده كام واحدة كده معايا في طبق على ما الزيت يسخن، واقوم نازلة بيه واوريكم بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا وسلموا كده على سيدنا محمد يا جماعة. ربنا يبارك لنا في حياتنا وفي عيشتنا وفي كل حاجة. اللهم لك الحمد كمان بغل جلال وجهك وعظيم سلطانك. انا كده بقى ايه ببل بايد، والايد التانية بعمل بقى بالبصمات. خلاص عملت كده ايه طبق. تعالوا بقى اما نشوف ايه الزيتة بتاعتنا سخنت، بدأت تسخن. طبعا انا كنت موطية عليها على ما اعمل شوية، فهشوف بقى هي كده سخنت ولا ايه. اه يعني بدأت تسخن، كنت موطية. رص بقى كده، املى الطاسة بتاعتك. على ما دول يتحمروا اروح برضو اعمل صوابع الباقي، يكون دول احمرهم ابدأ اقلب بقى. شفتوا بقى اللون بدأ يغير معايا، يتغير معايا هون. ابدأ اقلب اللي احمر معايا، ابدأ اقلبه كده. ما شاء الله شكلها حلو بصراحة وطعمها كان جميل. جنب شوية بقى مكرونة بقى ما اقولكوش. فعلا أنا كنت عاملاها جنب شوية مكرونة وشوية كاتشب شوية بطاطس. احلى اكل. كفتة البانيه، الفراخ البانيه يا جماعة، الحاجات دي عشق طبعا لعيالنا كلهم بيحبوا الحاجات دي وبيستسهلوها بصراحة. طبعا دي انت ممكن برضو تفرزيها وتعناها في الفريزر عادي. اقلب الكمية كده خلاص تحمر. شكلها جميل بصراحة، ازاي شكلها تحفة. يا ريت يا جماعة تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. حلوة جدا. ايوه، قلبي كده على الجانب ده والجنب ده عشان كله ياخد لون واحد وشكل واحد. تحفة يا جماعة. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا رأيكم فيها. ودي الشكل بقى النهائي بقى، تعالوا كده شوف الشكل النهائي. يا سلام يا سلام على حلاوة الطعم. شكله جميل واكيد الطعم اجمل. شوية بقى كده كزبرة او شوية بقدونس ونرشهم عليها كده عشان نخلي شكل الطبق بتاعنا جميل. عندها بقى وشوية بقى بقدونس في الأرضية، خرطوم في الأرضية بقى مع الكفتة. الله الله ما اقولكوش. شفتوا؟ سخنة، جميلة جدا يا جماعة وتحفة، مستوية من جواها وزي الفل. وشكرا لحضراتكم يا جماعة.